أكتر حاجة بتميز العنكبوت هي الشبكة بتاعته. تقريبا إحنا بنشوف الشبكة بتاعته أكتر ما بنشوفه هو شخصيا. أنت مين يعمل عنكبوت؟ وجبت فكرة الشبكة دي منين؟ اتعلمتها إزاي بجد؟ الحقيقة مفيش حيوان معروف لغاية النهاردة بيصطاد بشبكة غيره. وعشان نعرف قد إيه هو ذكي، هو مش قوي، هو ذكي. خلينا نشوف إزاي بيقدر يصطاد حيوانات يمكن تكون أكبر منه حتى في الحجم. فيعني لو بتمر بمشكلة كده أو كده بعد الشر يعني أكبر من قدراتك شوية، أعتقد العنكبوت كان في الموقف ده قبلي. هو ممكن يكون قعد مع نفسه وفكر شوية، وفكر كتير الحقيقة، وقال إزاي ممكن أكون سابق بخطوة، إزاي أأخر الخناقة بالعضلات وأخليها في الآخر خالص بس وأنا مسيطر. أنا ممكن أعمل شبكة بس مش هتمنع الرؤية، أعمل فيها فتحات لو حد طاير من بعيد يبقى شايف برضه ويفتكر الخيوط دي مثلا تراب أو حاجة، ونربطها يمين وشمال بين شجرتين أو زرعتين، بس لازم تكون قوية عشان ما تقطعش، ومرنة عشان لو حاجة جاية بسرعة، وهيبقى فيها جزء صغير كده بيلزق عشان لو حد مشى فيه ما يهربش. وفعلا بدأ يجرب. Guess what؟ بوم، الفكرة نجحت. It works. الغريب أو المميز إن العنكبوت لو في مكان ما فيهوش حشرات بتطير كتير بيستخدم أساليب تانية عبقرية في الصيد. مثلا ممكن يستخبى في جحر ويسيب كذا خيط كده رفيع، لو أي حاجة عدت عليه يحس على طول إن السنارة غمزت ويطلع على طول بسرعة يصطاد. أو يستخدم سنارة حقيقية فيها طعم ريحته حلوة، لو الحشرات شمتها تلزق فيها وتلف الخيط بتاعه حواليها وتصطاد. العنكبوت وشبكته أذهلت البشر على مر العصور، ويمكن موجود في حاجات كتير مفكرناش فيها قبل كده، زي الهندسة والروبوتات مثلا، اللي لو عايزينها تمشي في أماكن صعبة بسهولة مفيش غير إنها تقلد مشية العنكبوت. أو في الفن الإسلامي لو عايزين نوصل فكرة إن الكون كله مترابط، وأي اهتزاز بسيط في آخر جزء في الشبكة ممكن يأثر على الشبكة كلها. أو في الطب اللي خلانا نستخدم خيوط العنكبوت اللي هي قوية جدا وناعمة جدا في خياطة الجروح. أو في الحرب والخدع. أو في شبكة الإنترنت. Hey spider, you got my respect. ما تنساش تشترك وخلينا نكتشف الحياة مع بعض. سلام.